أيتها المرأة الكريمة، كوني رحمة على زوجك وعونا وسكنا له، فلا تؤذيه بكثرة الطلبات ولا تعيريه بالمقارنات كفلان وعلان من الرجال، فإن الله عز وجل قد فضل بعضنا على بعض في الرزق. فكوني خير امرأة لزوجك، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، واعلمي أنما هو جنتك ونارك، فانظري مكانك منه. الحمد لله الذي جعل الأعياد في الإسلام مصدرا للهناء والسرور. الحمد لله الذي تفضل في هذه الأيام العشر على كل عبد شكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفور، نحمده سبحانه على نعم أتمها وعافية أسبغها ومحن رفعها وكروب كشفها، ونشكره عز وجل على ما شرع لنا من المناسك وعلى ما علمنا من الأحكام والشرائع. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أصدق الناس قولا وأصحهم عملا وأحكمهم حكما وأقومهم منهجا، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، أفضل من صلى وزكى وصام وحج واعتمر. الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مديدا وأكثر. أما بعد، فيومكم هذا عباد الله يوم عظيم مبارك، رفع الله ذكره وأعلى قدره، سماه يوم الحج الأكبر، يوم العج والثج، يوم النحر والذكر، يوم العيد السعيد، أفضل الأيام عند الله عز وجل وأعظمها. لذا عباد الله فلنتق الله عز وجل في يومنا هذا، في أقوالنا وأفعالنا ونياتنا وما نأتي وما نذر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، خلق الخلق وأحصاهم عددا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله أكبر، عز ربنا سلطانا ومجدا. الله أكبر، تعالى عظمة وحلما. الله أكبر، عنت الوجوه لعظمته وخضعت الخلائق لقدرته. الله أكبر، ما ذكره الذاكرون. الله أكبر، ما هلل المهللون. الله أكبر، ما كبر المكبرون. الله أكبر، ما ضحى مضح ونحر. الله أكبر، الله أكبر، ما رمى حاج الجمرات وكبر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. في مثل هذا اليوم الأغر عباد الله، خطب سيد البشر صلى الله عليه وسلم، خطب وقال لأمته: أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم على طاعته. أجل إنها خطبة الوداع التي أعلن فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم الوثيقة العالمية التي فيها سعادة الإنسانية وتحفظ حقوقهم، يوم أن قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الله أكبر حقا، إنه خطاب يحارب كل تصرف مشين، يروع الآمنين ويفرق صف المسلمين ويسفك دماءهم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلا يحل لمسلم عباد الله أن يروع مسلما، فكيف بقتله وسفك دمه أيها الأحباب؟ إن هذا والله لشيء عجاب. كذلك أعلن رسولنا وحبيبنا في خطبة الوداع أن أموال المسلمين محترمة مصونة، فويل للذين يأخذون أموال الناس بغير حق ويسرقون، ويل للذين يغشون في معاملاتهم ولا يصدقون، ويل للذين يرتشون ويرشون، ويل للذين يظلمون الناس وأموالهم يأكلون. فقد قال عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: إنه، واسمعوا عباد الله، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. لا إله إلا الله، النار أولى به. كذلك عباد الله بين حبيبنا صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة أن أعراض الناس محترمة مصونة، فلا يجوز سبها ولا غيبتها ولا التعرض لها بسوء، بل جمعها صلى الله عليه وسلم بقوله فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله عز وجل. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. ثم يشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، ما لبس الحجيج ملابس الإحرام. الله أكبر، ما رأوا الكعبة فبادروها بالتحية والسلام. الله أكبر، ما استلموا الحجر وطافوا بالبيت الحرام. الله أكبر، ما سعوا وصلوا عند المقام. الله أكبر، ما وقف الحجيج في صعيد عرفات. الله أكبر، ما تضرعوا في الصفا والمروة بأخلص الدعوات. الله أكبر، في الصباح إذا سرى منه الضياء إلى القلوب نديا. الله أكبر، كلما رددتها أحسست أن الشهد في شفتي. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أجل عباد الله، وإذا أردتم ميزان عدل لا يحيف ومنهج إنصاف بلا تطفيف، فأحبوا لغيركم ما تحبون لأنفسكم، واكرهوا لغيركم ما تكرهون لأنفسكم، وأحسنوا كما تحبون أن يحسن إليكم، وأدوا إلى الناس ما تحبون أن يؤدي الناس إليكم، وامنعوا ما تحبون أن يمنع الناس عنكم، وارضوا عن الناس ما ترضون لأنفسكم، ولا تقولوا لغيركم ما لا تحبون أن يقال لكم. أجل، فاجعلوا عيدكم عباد الله أيام فرح لا ترحا، وأيام اتفاق لا اختلاف، أيام سعادة لا شقاء، أيام حب وصفاء، لا بغضاء فيه ولا شحناء. أجل عباد الله، كونوا عباد الله إخوانا، صلوا الأرحام وارحموا الأيتام، وتخلقوا بأخلاق الإسلام عباد الله. اجعلوا عيدكم هذا عباد الله منطلقا لوأد القطيعة وطي صحيفة النزاع والشقاق، فمن بشاشة عند اللقاء ولين في المعاملة إلى صلة لمن قطعك وإحسان لمن أساء إليك، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أجل عباد الله، ومع الأسف فإن هناك من الناس من يسهل عليه أن يقطع
رحمه ويهجر أقاربه لأقل خلاف. بل من الناس عباد الله من يعيش حياة النكد والخصام مع أهله وأبنائه لا لشيء إلا لضيق أخلاقه وسوء طباعه والله. بل من الناس عباد الله من هو في خلاف دائم مع جيرانه بسبب سوء معاملته. ومن الناس من هو جاف الطبع سيء المعاملة عابس الوجه سليط اللسان بذاء كذابا بسبب وبدون سبب. وقل مثل ذلك في مجتمعات النساء فالنساء شقائق الرجال. ولا شك عباد الله أن في ذلك مخالفة صريحة لأوامر ربنا، أن في ذلك مخالفة صريحة لتوجيهات رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليتمم مكارم الأخلاق. وإلا قولوا لي عباد الله أين هؤلاء من قول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا؟ أين هؤلاء من قول الله عز وجل وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن؟ أين هؤلاء من قول رسولنا صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق؟ أين هؤلاء من قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كلما هل هلال وأبدر، الله أكبر كلما لبى حاج وكبر، الله أكبر كلما تراكم سحاب وأمطر، الله أكبر كلما نبت نبات وأزهر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أجل عباد الله، وعلى العكس من هذا تماما، على العكس من هذه النصوص اعلموا رحمكم الله أن أساس البلاء وأول لبنات البغضاء هو إساءة الظن بالآخرين من الأقرباء والأصدقاء، فهي تحملك على التجسس والاتهام فتدخل في دائرة الإثم والحرام. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إنها الغيبة قطعها الله. للأسف هي فاكهة مجالسنا إلا من رحم ربك. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول والله للغيبة أسرع في دين الرجل من الأكلة في الجسد. أجل عباد الله، أجل هذه هي الغيبة وهذا هو سوء الظن. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر عدا عدا نهتف بها لله تعبدا لا مثيل له ولا ندا. الله أكبر لا يحصي نعمه العادون ولا يبلغ مدحته القائلون. الله أكبر سبح بحمده الأولون والآخرون. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ومن جمل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب أنه استوصى بالنساء خيرا وقال إنهن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج شيء في الضلع الأعلى فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا فاستوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. هذا هو دين الإسلام الذي جاء لإعلاء شأن المرأة
ورفع قدرها. والله عز وجل يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولكن مع الأسف الشديد عباد الله، فإننا نسمع عجبا من أنواع الظلم والتعدي على النساء، كلام بذيء وسب مشين وضرب واعتداء. فتبا لهؤلاء الظلمة، تبا لهؤلاء القساة. أين هم من قول الله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ أين هم من معاني الرحمة التي يسمعونها ليل نهار؟ أين هم من قول رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم؟ بل أين هؤلاء من قوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء؟ بل أين هؤلاء من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي؟ أجل، وأنت أيتها المرأة الكريمة كوني رحمة على زوجك وعونا وسكنا له، فلا تؤذيه بكثرة الطلبات، ولا تعيريه بالمقارنات كفلان وعلان من الرجال، فإن الله عز وجل قد فضل بعضنا على بعض في الرزق. فكوني خير امرأة لزوجك، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت. واعلمي أنما هو جنتك ونارك، فانظري مكانك منه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما أنتم أيها الأولياء من الأمهات والآباء، فاعلموا أن الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع. لذا علينا جميعا رجالا ونساء أن نهتم بأولادنا من بنين وبنات، فنربيهم منذ نعومة أظفارهم على طاعة الله، وعلى حب رسول الله، وعلى اتباع رسول الله، وعلى امتثال أمر الله واجتناب نهيه، ونعظم ذلك في قلوبهم، بل ونكون قدوة صالحة لهم وأمامهم في هذه الدنيا. فقد حذرنا الله عز وجل عباد الله فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بل قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. أجل عباد الله، ومع الأسف الشديد أقولها، فإن الناظر في أحوال المسلمين اليوم، الناظر في أحوال شبابنا ذكورا وإناثا، بل والله حتى كبار السن من الجنسين، يرى شيئا مفزعا وأمرا مؤلما: الانكباب على وسائل التواصل عباد الله، برامج متنوعة في الجوالات وأشياء متعددة قد انشغل بها الكبار قبل الصغار والنساء قبل الرجال. إنها برامج تضيع الأعمار وتفني الأوقات، بل والله وتنشر الخنا والرذيلة. فكم من الصلوات ضيعت بسببها عباد الله، وكم من الساعات أهدرت بسببها إخوة الإيمان، وكم سقط فيها من عاقل حتى كان في عداد السفهاء، وكم انحدرت فيها من عفيفة حتى كانت محسوبة على الفاجرات. ألا فاتقوا الله ربكم عباد الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لذا يجب علينا عباد الله أن نستفيق من غفلتنا ونستيقظ من رقدتنا
قبل أن نجد أنفسنا قد انسلخنا من ديننا وتركنا طهرنا وعفافنا وتركنا منهج سلفنا الصالح. لذا يجب علينا جميعا عباد الله وكل بحسبه أن نرشد في استعمال هذه البرامج والجوالات والأجهزة، وأن نوظفها فيما يخدم ديننا ويرقى بدنيانا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وأخيرا أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الله عز وجل قد شرع لكم في هذا اليوم العظيم ذبح الأضاحي تقربا لله وزلفى، فقد قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فضحوا عباد الله، ضحوا وطيبوا نفسا بضحاياكم واذكروا الله كما رزقكم وهداكم، واعلموا أنه ما عبد الله في هذا اليوم بمثل إراقة دم الأضاحي. عباد الله، ضحوا فإن لحومها ودماءها سينالها التقوى بلا نقصان. العيد أضحى فالدماء رخيصة مهراقة للواحد الديان، هي سنة بعد الذبيح وإنها من خير ما يهدى من القربان. ضحوا عباد الله واملأوا قلوبكم تعظيما لله وإجلالا، املأوا قلوبكم تعظيما لله في كل أحوالكم وفي كل عباداتكم. استشعروا عظمة الله عز وجل وأنتم تذبحون وتنسكون، واستشعروا عظمته سبحانه وأنتم تركعون وتسجدون، واستشعروا عظمته عز وجل وأنتم تقلبون أبصاركم في ملكوت السماوات والأرضين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم، اللهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام بحفظك، اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام بحفظك واكلأهم بعنايتك ورعايتك. اللهم وأحطهم برحمتك ومغفرتك، اللهم وأنزل عليهم سكينتك ورأفتك، اللهم وأتم لهم حجهم بخير ونعمة وسلامة وعافية يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك نصرا للإسلام وعزا للمسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه، اللهم واجعل كيده في نحره، اللهم واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. عباد الله، أيها الكرام، أيها الأحباب، تقبل الله طاعاتكم وصالح أعمالكم، تقبل الله صيامكم وصدقاتكم ودعاءكم وضحاياكم، وجعل الله عيدكم مباركا وأيامكم أيام سعادة وسرور وهناء وحبور، وجعلنا الله وإياكم والمسلمين من الذين يعود عليهم العيد ونحن بخير وصحة وعافية ومن الآمنين، والحمد لله رب العالمين. قوموا فليهنئ بعضكم بعضا.